اتفقنا قبل كده في فيديوهات كتيرة قوي ان تقليل العصبية والتوتر مهم جدا في علاج الامراض الروماتيزمية، بالذات المناعية زي الروماتويد. كل ما اقول لام بقى هدي اعصابك شوية وبلاش توتر، تقول لي ازاي وانا عندي ثانوية عامة؟ هدي اعصابك شوية، تقول لي ازاي وانا عندي امتحانات واعدادية؟ فقررت، مع ان ده مش مجالي قوي، ان انا اتكلم على ازاي نقلل من التوتر في فترة الامتحانات. اهلا وسهلا بيكم في دمتم سالمين. طبعا انا قبل ما اتكلم في الموضوع ده قريت كتير قوي اراء علماء الاجتماع واراء علماء التربية ازاي نقلل التوتر، وكمان في جانب شرعي بسيط كده حبيت انبه عليه. اول حاجة ان ساعات كتيرة قوي الامتحانات ما بيبقاش هدفنا، والتوتر بتاعنا مش هدفنا خالص مصلحة العيل. ايوه، يبقى هدفنا ان عيلي يطلع احسن من عيال الناس الباقيه، فبحطه دايما في منافسه ملهاش اي داعي لان قدراته مش زي قدرات الباقيين، او ان انا اكون متوتر جدا بحيث ان انا متعلق بالاسباب ان هو لو ما جابش مجموع رزقه هيتاثر، مع ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الفتاح، هو العليم. وفي امثله كتيره قوي على ناس حصل لهم مشاكل في اثناء التعليم ونجحوا في حياتهم العمليه، او ان انا اكون بحقق فيهم ذاتي. يعني ايه؟ يعني انا مش عايزه ينجح الا عشان افتخر بيه، ودي مشكلة كبيرة جدا. فعشان كده مش عايزين التعلق المرضي بالولاد، وفكروا دايما ان انا عايز مصلحة ابني، مش عايز مجرد انه يتفوق وخلاص. طب اعمل ايه؟ واحد، لازم ارتب له جدوله، يذاكر بس لازم يرتاح، لازم في يوم اجازة، لازم كل يوم في ساعة يروح فيها عن نفسه. اتنين، لازم الجو العام في البيت ما يبقاش فيه شحن، ما يبقاش فيه على طول ذاكر، ما يبقاش فيه على طول إهانة. مش معنى كده ان احنا ما نقولوش ذاكر، بس معنى كده ان احنا ما نقولوش على طول انت ما بتذاكرش، انت فاشل. والكلام ده انا بسمعه كتير قوي، واحيانا كمان يمتد الى الضرب. مش مطلوب ده خالص. الحاجة التالتة، مهم جدا ان احنا نبقى عارفين ان ترتيب الاولويات مهم، يعني نحط للولد نقط معينة يبقى عارف الاهم فالاقل اهمية. مهم قوي كمان ان احنا نبقى فاهمين ان النتيجة مش في ايد الولد، الولد يسعى فقط، وده قانون السعي اللي موجود في الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيحاسبنا على السعي، مش بيحاسبنا على النتيجة. اخر حاجة، الامتحانات مش هي اخر الدنيا، وبخاف قوي الولد يطلع الاول في الثانوية العامة على الجمهورية، وامه من كتر التوتر يزيد المرض عندها ونضطر نعالجها بادوية اكتر، او يحصل لها مضاعفات للمرض. عشان كده هونوا على نفسكم، وباذن الله بالنجاح لكل الطلبة، ثانوية واعدادية وابتدائية ورابعة ابتدائي واللي في الحضانة كمان. ودمتم سالمين.